السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. بالأمس كلنا شاهدنا الكلاسيكو الأسباني على أرض ملعب الجوهرة المشعة، هذا الملعب الرائع. وبالأمس كسب هانز فليك أنشيلوتي للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بالخمسة. أنشيلوتي خرج قبل بداية المباراة وقال أننا استوعبنا الدرس من المباراة الأولى التي كسبها برشلونة على ريال مدريد بال4، ولكن يبدو أن على أنشيلوتي أن يتعلم الدرس للمرة الثانية بعد أن خسر أمام هانز فليك بالخمسة. 3 أسلحة استخدمها هانز فليك في القضاء على كتيبة أنشيلوتي، وبشكل إن صحت العبارة بشكل مذل، حيث سيطر برشلونة على المباراة كاملة من بدايتها إلى نهايتها. ولولا تألق كورتوبا حارس ريال مدريد لكانت النتيجة كارثية بالفعل، لكان من الممكن أن تنتهي من 8 إلى 9 أهداف، ولولا طرد تشيزني أيضا، وهو كان عامل مساعد في عملية أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة فقط. هانز فليك استخدم 3 أسلحة كي يكسب أنشيلوتي، وكانت أسلحة فعالة. هانز فليك قرأ ريال مدريد بشكل كبير وبعمق، عكس أنشيلوتي الذي لم يستوعب الدرس للمرة الثانية. هانز فليك مدرب كبير، هذا لا يقلل من أنشيلوتي، ولكن بالفعل يبدو أن هانز فليك قرأ ريال مدريد بعمق كبير جدا ودرسه جيدا. استخدم 3 أسلحة فقط لكي ينهي ريال مدريد بهذا الشكل. سأتكلم عن هذه الأسلحة التي استخدمها، هذه الأسلحة والطريقة التي استخدمها هانز فليك لكي يظهر برشلونة بكل هذا المظهر الرائع، بكل هذا الألق الذي رأيناه بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة. هانز فليك استخدم 3 أسلحة. أعتقد أنه قرأ أيضا حتى مسبقا فكر أنشيلوتي، علم بأن أنشيلوتي سيظن أن ريال مدريد سيعتمد على كشف التسلل كما في المباراة الأولى، لكن هانز فليك لم يفعل ذلك. دخل المباراة ضاغط، دخل المباراة ب3 أسلحة كما أسلفت، وهي تضييق المساحات على ريال مدريد والضغط الدائم في ملعب ريال مدريد، بالإضافة إلى تحجيم مفاتيح اللعب في ريال مدريد، ألا وهي فينيسيوس جونيور ورودريغو ومبابي وجود بيلينغهام. ولكن السلاح الأخطر الذي استخدمه هانز فليك هو تحجيم المفتاح الرئيسي لماكينة ريال مدريد، وهو جود بيلينغهام. كان هناك مباراة أخرى بين كاسادو الموهبة الكبيرة بالفعل، وبين كاسادو بيدري وجافي مع جود بيلينغهام. لم يريحوا جود بيلينغهام طوال المباراة، بحيث أنهم لم يتركوا له أي مساحة. مجرد ما يستلم جود بيلينغهام الكرة كان كاسادو وبيدري وجافي قريبين منه، بحيث يحجمون بيلينغهام بحيث أنه لا يستطيع أن يلف ويرى فينيسيوس جونيور أو امبابي أو رودريغو ويمرر تمريرات جود بيلينغهام الطولية المؤثرة دائما مع ريال مدريد. هذا السلاح الآخر. أما السلاح الثالث أو الطريقة الثالثة التي كانت هي الأنجع والأنفع والناجحة جدا، والتي حققت هذه النتيجة الكبيرة لريال مدريد، وهي عودة ليفاندوفسكي إلى منتصف الملعب وسحب روديغير معه إلى منتصف الملعب، وبالتالي ترك المساحات لرافينها ويامال، بالإضافة إلى بدري وجافي الذين يتقدمون أيضا في المساحات الفارغة في ظهر ريال مدريد. للأسف روديغير تفرغ بشكل كبير جدا لمراقبة ليفاندوفسكي ومتناسيا الخطوط الخلفية،
التي أعتقد أنها كانت ضعيفة بالفعل، وأعتقد أن توظيف تشواميني في هذا المركز لم يكن مجدي أبدا، بالإضافة إلى أنه كان في سوء من كامافينجا بالأمس، كان يستخلص الكرة وتمريراته دائما عرضية خاطئة، نتيجة أن بيلينغهام المحطة الكبرى في ريال مدريد، العقل المدبر والحلقة الوصل بين دفاع ريال مدريد وهجوم ريال مدريد، بيلينغهام كان تحت الضغط دائما من قبل كاسادو وبيدري وجافي، فلم يستطيع أن يحرك ساكنا بالأمس. كان كل ما يستلم كرة يكون قريبين منه هذا الثلاثي الذي يستخلص الكرة منه، فتعطلت ماكينة ريال مدريد في الأمام واعتمد على الكور الطويلة. هذا السلاح اللي هو عودة ليوفاندوفسكي لمنتصف الملعب وسحب روديجير، 3 أهداف. لو رجعتم للمباراة ستجدون أن 3 أهداف كانت بهذه الطريقة، ولكن الهدف الذي يوضح ما أقوله بشكل كبير جدا وبشكل واضح في الهدف الثالث، اللي هو كرة عابرة للقارات من كوندي لرافينها. لاحظوا هذا الهدف، انظروا أين مكان روديجير ومسألة رجوع ليفاندوفسكي للمنتصف ومكان روديجير. كان روديجير يطالع في ليفاندوفسكي، لعب كوندي كرة طويلة رائعة جدا بالمقاس إلى رافينها الذي دخل إلى عمق الملعب. كانت الكرة في ظهر تشواميني، وكالعادة وصل فاسكيز متأخرا بعد أن قطع رافينها ناحية 18 في ظهر تشواميني وارتقى ليسجل الهدف الثالث. عامة أعتقد بأن هانز فليك عرف كيف يصطاد ريال مدريد وكتيبة ريال مدريد بشكل أقل ما يقال أنه مذل لريال مدريد، ولولا براعة الحارس كورتوبا وفي صد الكثير من الهجمات، خاصة في بداية المباراة وفي جميع مجريات المباراة، كان كورتوبا نجم وأنقذ المدريديين من كثير من الأهداف. ولولا طرد تشيزني الذي حصل، وأعتقد أنه من الأسباب التي جعلت المباراة تنتهي فقط ب5، والتراجع غير المبرر للاعبي برشلونة بعد أن طرد تشيزني وسجل رودريغو الهدف الثاني. ظن البرشلونيين بأن الريمونتادا المدريدية قد بدأت، ولكن لاعبي ريال مدريد كانوا بعيدا عن مستواهم، كانوا بعيدا عن الريمونتادا، وقد وضعوا أسلحتهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، حتى لما أتيحت الفرصة لكي يعودوا ويفعلوها كالعادة، يفعلوا الريمونتادا التي متعود عليها ريال مدريد، كررها مع أكبر الفرق، ولكن لم يستطيعوا. حتى لما أتيحت الفرصة لإمبابي الذي كان هو أفضل لاعب في ريال مدريد حين قدم كرة على طبق من ذهب لجود بيلينغهام أمام المرمى، ولكن جود بيلينغهام أعتقد أنه كان يعاني من صدمتين، صدمة الخماسية وصدمة المستوى الهزيل الذي ظهر به، وأعتقد أنه أحس اللاعب بأن مستواه لم يكن في المطلوب، بالتالي أضاع الهجمة، هجمة تعتبر هدف وخطيرة جدا قدمها له على طبق من ذهب بيلينغهام، قدمها له إمبابي. بعدها قدم إمبابي كرة أيضا ذهبية لروديجير أمام المرمى، أضاعها، كان من الممكن أن تكون الهدف الرابع حتى تقليص الفارق مع ريال مدريد مع برشلونة، رفضه لاعبو ريال مدريد، وكان لإمبابي أيضا كرة خطيرة أمام الحارس البديل الذي أنقذها ببراعة. عامة انتصر
انتصر برشلونة لأنه كان الأفضل. بالنسبة لفاسكيز تكلم عنه المدريديين كثيرا بأنه لا يرتقي أن يكون الظهير الأيمن لفريق مثل ريال مدريد. فاسكيز الأدوار الهجومية لديه ضعيفة والأدوار الدفاعية أضعف. تصوروا أن فاسكيز وصل إلى 18 ريال مدريد في 3 كرات، كان من الممكن أن يسدد ويسجل أو يصنع لزملائه، لم يفعل شيء من هذا القبيل. ولو كان الأمر مع كارفاخال لكان الأمر مغاير تماما. عامة كسب الأفضل وكسب من قرأ الفريق الخصم بالشكل الأفضل وبالشكل الأحسن. هانز فليك مدرب كبير عرف كيف يصطاد أنشيلوتي. ريال مدريد وأنشيلوتي لا يمتلكون كثير من الأسلحة كما أسلفت، ومن على إدارة ريال مدريد في الفترة القادمة أن تكون هناك انتدابات سريعة جدا لريال مدريد في قلب الدفاع مع روديغير، وأيضا لاعب في منتصف الملعب يساعد ويساند بيلينغهام الوحيد في خط منتصف ريال مدريد. هذا ملخص لكل ما حصل في مباراة ريال مدريد وبرشلونة. أعتقد أن كل المستقبل لبرشلونة. تصوروا أن هذا الفريق الذي هزم ريال مدريد بالخماسية في طياته 7 لاعبين هم من سن 17 سنة إلى 21 سنة، بالإضافة إلى الظهير كوندي الذي يبلغ من العمر 26 سنة، رافينها 28 سنة، و ليفاندوفسكي 34 سنة، وتشيزني هم أكبر لاعبين 36 سنة. ولكن 7 لاعبين هم من الأعمار 17 إلى 21 سنة. أعتقد بأن برشلونة قادم وسيكون له النصيب الأكبر إذا ما استمر الوضع على هذا الحال. سيكون له النصيب الأكبر في المسابقات الإسبانية، ومن الممكن أن يذهب بعيدا إلى بطولة أوروبا، فهو يمتلك فريق جيد، فريق يعرف ماذا يصنع داخل الملعب. عامة نبارك لبرشلونة وجمهور برشلونة هذا الانتصار العريض على فريق كبير مثل ريال مدريد، وهارد لك لكل المدريدين على هذا المستوى الهزيل الذي قدمه لاعب ريال مدريد. أراكم في تقرير آخر إن شاء الله. السلام عليكم.